اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معاكم ولاء ودي قناه كيكات وحلويات. النهارده هنعمل تورت تناسب عيد الحب. خلاص عيد الحب يوم الخميس الجاي ان شاء الله. هقول لكم على شويه افكار كده تناسب عيد الحب للتورت. ممكن نعمل تورت كتير جدا، وهقول لكم في ناس والله بتطلب مني تورت، يعني مش شرط ان هي تبقى شكل قلب يعني. مدوره برضو، وبتبقى عليها قلوب كده صغيره. هنعمل يعني هقول لكم على شويه افكار واحنا بنشتغل، وهقول لكم انا عملت ايه. التورتيه دي بقى لحد حبيبي قوي قوي قوي، اغلى حد في حياتي. آه كنت عامله له في مناسبه، وهقول لكم انا عملت ايه بالظبط. انا جبت 5 بيضات، حطيت عليهم 200 جرام من الدقيق، حطيت عليهم 100 جرام من السكر، وحطيت عليهم 100 جرام من الميه، وحطيت عليهم معلقه من البيكنج باودر، ومعلقه من المحسن، ورشه الفانيليا. طبعا ضربتهم على اعلى سرعه لغايه ما القوام ارتفع معايا. كل المكونات كانت بره التلاجة. يعني في الشتاء ما بحاولش احط الحاجه كلها تبقى في التلاجة، علشان الحاجه تطلع لي مظبوطه، لان المشاكل الاسبونشات اللي بتقابلنا في الشتاء بتبقى دايما راجعه ان ممكن المحسن يكون في التلاجة شويه. طبعا في الصيف لازم كل المكونات تدخل التلاجة، فنخلي بالنا ان كنا بنشتغل في الصيف ولا في الشتاء. انا ضربت كل المكونات على اعلى سرعه، والتورتايه دي هعملها شوكولاته. جبت بالكادر بتاعي او الحله اللي هخبز فيها، والحله دي 22. باجي في اخر مرحله كده وببتدي ازود الكاكاو بتاعي. تمام. في ناس بتحب تحطه من البدايه، بس انا بحس ان هو بيهبط السبونج كده، ما بيخلوش بنفس الارتفاع. فانا بحب في اخر مرحله لو هعمل حاجه فيها شوكولاته احط الكاكاو في اخر مرحله. ببصوا كده، هوقف العجان وهبتدي اضيف الكاكاو، معلقتين كبار من الكاكاو اسباني، وبعد كده ارجع طبعا يكونوا منخولين كويس، وبعد كده برجع اضربهم، هديهم تقليبه كده كويس بالسباتولا، بحيث ان الجناب، ولو في كاكاو او في بواقي دقيق كده ما تقلبتش معايا كويس. لازم التقليبه دي اهم حاجه. بشغل الفرن بتاعتي في المرحله دي على درجه حراره 180، ولازم تبقى الفرن سخنه من قبلها. يعني بشغلها مثلا قبلها ب10 دقايق كده، قبل ما وانا ما بشتغل، يعني في بدايه الشغل كده ببتدي اشغل الفرن بتاعتي، وببتدي كده زي ما انتم شايفين يعني اصب الخليط كله في الحله اللي هشتغل بيها، او في الكادر، او على حسب. في ناس كانت بتسالني بتقول لي هو كادر بنخبز فيه؟ بنخبز فيه وبيطلع الاسبونشات جميله جدا. لو ما عندكيش حله جيبي الكادر وتقدري تظبطيه على كل المقاسات اللي انت عايزاها. اهو بصوا، اديته تقليبه كده وده خبزته على درجه حراره 180، سبته في الفرن لمده 40 دقيقه. طبعا لما برد ابتديت اقطعه طبقات كده. اهم حاجه ما نقطعش السبونشات وهي سخنه. بصوا كده زي ما انتم شايفين، جبت الكريمه، والكريمه اللي بشتغل بيها كواليتي ستار، هي بتبقى خام، وبحط عليها معلقتين من الجناش. الجناش بيطعم الكريمه وبيبقى احسن من الكاكاو، لان في كاكاو دلوقتي موجود في السوق اللي هو الماليزي، بيبقى تحسوا ان هو ممرر وبيغمق معانا الكريمه كده، وكمان بيديها مرار. فخلوا بالكم من انواع الكاكاو اللي موجوده في السوق. مش كل الكاكاو بيبقى اسباني، وحتى الاسباني كمان ما بقاش احسن حاجه. بصوا انا دخلتها التلاجة تشد شويه، وبعد كده هعملها قلب. هحولها بقى من تورتايه مدوره لتورتايه قلب. وطبعا مش هينفع ان انا اقطعها غير لما تكون دخلت التلاجة وشدت شويه. بصوا اهو، عشان وانا بقطعها كده تبقى الدنيا سهله معايا ما تتبهدلش مني. بعمل زي مثلث كده، وباجي عند الاحرف بتاعته ببتدي اخد الجنب ده اهو، وارجع احطه فوق. طبعا احنا عملنا مع بعض اصلا الشكل ده كذا مره، وازاي بنحول التورتايه من مدوره القلب زي ما انتم شايفين، او لو انت عايزه تقطعها من البدايه قلب. بس انا بصراحه كنت عايزه اعمل التورتايه اصلا مدوره في البدايه، وبعد كده بعد ما خبزتها رجعت قلت لا خليها احسن قلب. بصوا اهو، بجيب الحرف ده كده وبقطع كده جزء، وبعد كده هبتدي ايه انقله فوق بكل سهوله كده. التورتايه بتاعتي اهي. بس زي ما بقولك ما تعمليش كده غير لما كنت التورتايه شدت شويه معاكي في التلاجة. بصوا، هاجي بقى الجزء اللي قدام ده ابتدي اخد منه جزء عشان يبتدي يبين لي ملامح كده الشكل او القلب يعني اهو. بصي بظبط كده كل حاجه، وبعد كده اهو في النص كده، في نص التورتايه كده ببتدي اعمل زي مثلث كده عند الحروف اللي فوقها. بصوا، اشيل جزء بسيط قوي عشان تبتدي التورتايه تبان ان هي قلب. لازم طبعا قبل ما اعمل فيها حاجه هديها طبقه بسيطه من الكريمه البيضه، علشان تلم معايا الفرفته بتاعه الكيك وتظبط لي الدنيا كده قبل ما اعمل اي حاجه. يعني انا كنت محتاره جدا على فكره في الشكل ده. كنت عايزه اعمل تورتايه واعمل فيها قلوب من الاحمر كده من الجناب، وحسيت ان الشكل ده عملناه كتير جدا. فقعدت افكر طب ايه التورتايه. بصراحه التورتايه دي كان لحد عزيز عليا جدا جدا، والله فعلا اغلى حد في حياتي.
فعايزه اعمل له حاجه كويسه وشكل كده يكون جديد، والشكل ده فعلا كنت اول مره اعمله. بس عارفين انتوا لما تبقوا محتارين ساعات يعني ايه، بتبقوا عايزين تظبطوا الدنيا فتلاقي الدنيا معاكم مش احسن حاجه. انا حسيت ان الالوان اللي انا اخترتها ما كانتش مناسبه، فحاولت اظبط الدنيا على قد ما اقدر. اول حاجه زي ما انتم شايفين كده انا يعني حطيت الاول الكريمه عشان تلمي لي كل فرفته الكيك اللي موجوده. اهو بصي هبتدي افرد كده الكريمه، وبعد كده تقلت بقى، يعني اول ما حطيت الاول طبقه بسيطه كده لميت لي كده الفرفته عشان ما تضايقنيش وانا بجلس. اهو بصوا ابتديت ازود بقى كريمه وابتدي افرد على الجناب. وطبعا كل ما بنظبط بقى الكريمه بتاعتنا هتلاقي الشكل ابتدى يظهر معاكي. بصوا اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا بشيل بقى اي، طبعا تحدد كده شكل القلب اهو. تقدري تعملي بقى تورت قلب، تقدري تعملي تورت مدوره. كل ده بيناسب الفالنتين. انا ابتدى يجيلي حجز من دلوقتي لشغل الخميس علشان عيد الحب. ابتدوا بقى نزلوا اعلانات كده يلا عشان تشتغلوا، ما تقولوش بقى هو رمضان داخل كل سنه وانتم طيبين، بس احنا برضو لازم نشتغل في كل المواسم. فابتدي نزلي كده شويه اشكال، وابتدي اعرضي شغلك علشان يجيلك حجز لشغلك. بصوا اهو. بصوا انا كده شلت كل الزيادات، وعايزه اقول لكم ان انا دي يعني احنا كده لسه ما خلصناش. انا حاطه طبقه خفيفه من الكريمه عشان لسه هجيب القمع بتاع ورق الشجر. بصوا بقى انا كنت عايزه اعمل ايه، احط لون احمر من الجناب، لون بسيط كده من كل جنب، بحيث ان هي لما اجي اعمل شكل الشكل اللي هعمله يبقى على الحروف بس اللون الاحمر. بس حسيت ان اللون الاحمر زاد شويه، يعني كنت عايزه اعمل التورتيه دي ابيض في احمر. تمام. بصوا بقى اوريكم انا عملت ايه، وبعد كده رجعت عدلت الشكل. بصوا زي ما انتم شايفين عملت ايه. الشكل ده بيقوم ورق الشجر، بس حسيت ان اللون الابيض قليل، يعني انا كنت عايزه الابيض اكتر والاحمر هو اللي قليل. فبصوا بس بعد كده يعني انا قلت خلاص تمام مش مشكله. بس لما ابتديت اشتغل لقيت ابتدى اللون يفتح معايا، يعني كل ما اشتغل كل ما ازود الاقي الاحمر ابتدى يقل والابيض هو اللي بقى اكتر. يعني حسيت اني، بصوا زي ما انتم شايفين ما ظبطتش معايا، يعني مش هو ده الشكل اللي كان في دماغي خالص. بصوا وبعد كده لقيت ايه بصوا اهو زي ما انتم شايفين زودت كريمه تاني لما لقيتها ابتدت تبقى ابيض. زودت كريمه احمر في ابيض تاني، فلقيتها برضو ابتدت تغمق شويه. فحاسه اني لا مش هو ده برضو اللي انا عايزاه، مش ده الشكل اللي كان في دماغي خالص. يعني قعدت بيني وبين نفسي كده اكمل على الوضع ده ولا يعني اشيله وارجع اعمل حاجه تانية. كنت محتاره قوي. عارفين لما بتبقوا عايزين تطلعوا احسن حاجه وتبقى مفيش حاجه راضياكوا، يعني عماله لا مش هو ده. بصوا ابتديت برضو كده تاني كل ما الكريمه تبتدي تخلص اهو. شايفين بقى اللي هو في الاخر ده هو ده الشكل اللي انا كنت عايزاه اصلا في البدايه، اللي هو يبقى الكريمه تبقى خفيفه جدا من الجناب احمر وفي النص ابيض. المهم جيت بقى ايه عملت بقمع البيدي فور اللي هو الوسط روزتات كده من فوق. بصوا طبعا كل ده عماله ايه ابص للتورتيه هو ده اللي لا مش هو ده الشكل اللي انا عايزاه. طب اعمل ايه، ارجع اعيد تاني ولا اعمل ايه؟ المهم رحت جايه بقى ايه مداريه الاحمر ده كله بابيض. خلاص قلت لا انا هخليها كلها ابيض، واحاول ادخل الاحمر ده في حاجات تانية. يعني خليت كل الروزيتات او كل الشكل اللي من بره ده قلت لا، يعني بعد ما حطيت الجناش كده لا مش هو ده برضو الشكل اللي راضيني، لا انا عايزه اغير حاجه فيه علشان تبان كده ان هو مميز يعني. المهم حطيت الجناش كده من فوق وفردته كده على الشكل على المكان اللي فوق ده علشان ده اللي هيتحط عليه الاسم. فردت كده الجناز زي ما انتم شايفين اهو. وعايزه اقول لكم ان التورتيه دي يعني عملتها، وبعد ما عملتها نزلت الصوره بتاعتها عندي. ففي حد طلبها من، بصوا انا بقى ايه بحاول امسح كل الكريمه واقول لا انا خلاص انا هشيل كل ده واعمل حاجه تانية. بصوا بعد كده رجعت عملتها كله ابيض، يعني زريت كل ده بالابيض، بس قلت لا خلاص خليها ابيض واعمل الاحمر من فوق. يعني اخلي الدرجه الحمراء كده زي فيونكه من فوق. التورتيه دي بعد ما عملتها ونزلتها عندي على الصفحه بتاعت الفيسبوك اتطلبت مني، مع ان انا ما كنتش عايزه اكررها تاني. يعني خلاص انا كنت عاملاها هي شكل واحد، كنتش عايزه اعمل نفس التورتيه دي لحد يعني. بس لولا ان صاحبه التورتيه تعز عليا وقعدت صممت ان هي عايزه نفس الشكل ده، فانا عملتها تاني. يعني التورتيه دي ما عملتهاش غير مرتين بس، ما عملتش الشكل ده تاني، وما كنتش حابه ان انا اكرره لحد. كتبت عليها ماي لاف، ما كنتش عايزه بقى اكتب بقى لا حروف ولا اكتب اي حاجه، هو بس كده. وزعت كده كريسبي بس عليها. وبعد كده رحت قلت خلاص انا ايه يعني انا حاسه ان الاحمر قليل فاحط شويه من الكاندي الاحمر كده،
واجيب شريط بقى ستان. انا كنت نفسي بقى يعني كان نفسي يبقى عندي شريط ستان احمر، بس عارفين انا ما كنتش مرتبه، يعني ما كنتش مرتبه للشكل. لو كنت مرتبه كنت بقى كنت جبت له شريط وكده، بس خلاص بقى قعدت ادور ما لقيتش غير اللون اللي هو اللون البامبا الفاتح ده. بس متهيألي الاحمر كان هيبقى اشيك، او هينطق التورتايه اكتر. برضو انتوا قولوا لي كده في الكومنتات. بصوا، وعملت فيونكه، ودي كانت التورتايه بتاعتي، وزعت لها بس كده حاجات بسيطه كده من فوق. وده شكل ممكن حلو جدا يناسب المناسبة دي، او مثلا عيد جواز، او آه، اتنين مخطوبين ممكن برضه. وهوريكم، هسيب لكم في الفيديو كذا صورة لاشكال ممكن تناسب الفالنتين. وانا هوريكم برضو انا بعد ما وزعت الكريسب الابيض كده يكسر الاسود ده شوية. هوريكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. التورت مطلوبة مني فراولة لعيد الحب، يعني 5 تورت مطلوبين شكل واحد لعيد الحب. استنوا الفيديو اللي جاي وقولوا لي رأيكم، وهسيب لكم برضو كام صورة كده للتورت ممكن تناسب المناسبة دي. وشكرا ليكم، مع السلامة.